السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكونوا بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. ان شاء الله النهارده هنعمل كشري المصري. طريقه سهله وطريقه سريعه، طريقه يعني متقدروش تقولوا عليها اللي هي يعني حاميه ولا كده. هي يعتبر كله، انتوا عارفين الكشري كله هو عباره عن ني في ني. انا عيالي مش بتحبه محطوط على بعضه في حله واحده، يعني اطبخه في حله واحده على بعض. انا كنت عملته مره في حله واحده بس عيالي مش كلته ومش حبته. انا بحب اعمله كده. على فكرة هو برضو يعني تقدر تقول ما باخدش وقت. وانت كل حاجة عبارة عن سلقاية وتسلقيه. شايلة شوية الصلصة اللي انت بتصلصيهم بس. كله تسلقيه، تسلقه وتركينه، تسلقه وتركينه. هما بيحبوا كده. وما بيجوا ياكلوا بيدربوا بقى على بعض، يعني زي نظام المحلات كده يعني. ولا علامات المكرونة تتسلق. على فكرة انا هعمل كيس وكيس، مش هكتر عشان الجو حر والاكل ما يفوتش لتاني يوم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولات علامات المكرونة هي هتغلي. وبعد كده بقى ايه هنسقط عليها اللي بتاع المكرونة. طبعا المية بتغلي بحط عليها معلقتين زيت، بحط عليها نص معلقة ملح، وانزل عليها بالمكرونة. جايبة كيس اسباجيتي وكيس عادي. المكرونة عندنا يعني كنت جايبهم من فترة، كانوا متعانين في التلاجة. حتى كنت عايزة اعمل مكرونة من اللي هي المفتوحة. الكيس اللي لقيته هنا مكرونة من اللي هي المبرومة العادية الصغيرة دي. اهو اي حاجه وخلاص، مرضتش ان انا اروح اجيب ولا كلها اكل وكلها شرب، كله زي بعض. توكل على الله. الرك على نفسك ورك على طعمك في حاجه، طعم الاكل في بوقك وطعم الحاجه. وان انت يعني تهتمي بالحاجه تعملها مظبوطه. ولعت عليها واقلبها بالمصفى ببعضها كده. عشان المكرونه اللي هي سباكيت الطويله دي ما كنتش بتقلبيها وهي نيه، بتلاقيها مسكت في بعضها ويعني اتسلقت وهي عباره عن حته واحده. نعمل بقى شويه صلصه ونجهز. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. طبعا صلصة المكرونة ما تغيبيش عليها في الثلاجة، ما تسلقيهاش كتير. خلي فيها لبكة كده وانت بتسلقيها، يعني ما تنزلهاش مسلوقة جامد، يعني يكون فيها لسه ريحة ايه عمايل. بتحط عليها مية، وبرضه بيفضل فيها ريحة بخار بيرددها في بعضها. حطيت المصفى في الحوض، وكنت مصفية وفاتحة عليها المية شوية، وكنت مطلعها اهي. بعد ما فتحت المية ساقعة عليها شوية، قمت بقى ركناها في جنب، وقمت عاملة مية ايه صلصة المكرونة. طبعا انتوا عارفين بحب اصفيها. استوت نص سوا اهي. ده إيه لسه في الاول كده، استوت نص سوا. استوت أهي. هنزل عليها بالبهارات. اشهد ان لا اله الا الله. البهارات بتاعتنا اللي انتوا طبعا عارفينها، انا مبغيرهاش على فكرة في اي طبخ بعمل بيه. احط عليها شوية مية بقى عشان تغلف بعضها، عشان طبعا بتبقى جبسة قوي بتاخد معاك صلصة كتير. بخليها تستوي حلو، والاخر اقوم ايه ضايفه عليها شويه ميه غلياها، وحاطه بقى عليها الحدقة بتاعها. هتشوف بنزلها من المعلقه برضو سايبه اثر في المعلقه يعني، يا دوبك ان هي تدي لون كده للكشري. وهنعمل مع بعض شويه الايه الرز. واسيب العدس لاخر حاجه، علشان طبعا العدس اللي كنت بلل اللي بتاع العدس في اول الفيديو خالص. طبعا العدس بياخد بلالين كتير، يعني كل ما تسيبيه يطلع معاكي مظبوط في السلقية، ما يتقشرش معاكي. العدس بيحب المية كتير، انت كل ما تغيبي في معاه ان انت نقعتيه ياخد ما ياخدش معاكي سوا. ومن ناحية ما تقشرش ما تيجي تسلقيه، يبقى طالع معاكي مظبوط. هنزل عليه بشوية مية واغسل حبة رز وأقوم مسقطاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شوية الملح
وهنغسل بقى مع بعض ايه شوية الرز، ومش نص كيلو رز، مش كتري، ما كترتش على فكرة. واتغدوا وفضل طبق لتاني يوم. بس كان طعمه حلو، وعلى فكرة في ثانية. معظم الناس تقول ده بتاخد وقت في السلقان، بتوسخي وعي مش عارف ايه، هو فعلا انت بتوسخي وعي، بس استني بسلق كله في حلة واحدة، واللي بسلقه بحطه في ايه طبق بلاستيك، حلة صغيرة دقية، مياخدش وقت. واللي عايز يحب يجربها على بعضها. عمره ما يبقى برضه اللي معمول في حلة واحدة عمره ما يبقى زي دي، يعني عمره ما يجيب يبقى الطعم نفس الطعم اللي انت بتطبخيه في حلة واحدة، زي الطعم اللي انت ما عاملة كل حاجة في حلة وتقلبيه وقت الأكل على بعضه. وعملنا الرز وركناه، وهي هو العدسة بسم الله ما شاء الله ملا الطبق البلاستيك اهو. هغلي المية الأول وبعد كده ايه أحطه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. افتكر ربنا رحمة يا رب، الحمد لله رضا، حمدين وشاكرين. شوية ملح اهو، هيطبخ يرفع بالمية، هروح ايه شايل يا دوبك انا حطيته ورفع بالمية، طبعا المية كنت غلياها، يا دوبك رفع بالمية وانسلق، ولسه ما يعني الغلافة بتاعته ما طلعتش منه، المصفى في قلب الحوض. هحطه بقى في طبق بلاستيك واركنه على جنب. نعمل بقى مع بعض الدج، احلى دج. شوية ليمون مقشرتهم اهم في الخلاط، مع شوية خل، كوباية خل، يعني مثلا بعيرش انا بحط البركة، يعني زي طبعا نظرك كده، انت عايزة تعيري كوباية خل، كوباية خل قصد منها ايه، يعني مثلا اقل من كوباية الا ربع مية او نص كوباية مية، تديكي نكهة حلوة تديكي طعم حلو. شوية البهارات بتاعتك الظريفة في شفشق الخلاط واضربيها. ضربتها اهو وهصفيها. طبعا برضو بتملحي التجلية حلو، يعني تدخلي فيها ريحة شطة كده. هو عامة الكشري ما هو الا شطة، ما هو الا شوية يعني شطة وكزبرة، شوية فلفل اسمر، تقوم تخلي لها ايه طعم كده. اهي الدجة حلوة ازاي اهي ظريفة خالص اهي. انا عباها بقى في ازازة، ازازة من اللي هي بتاعت الكاكولا الصغيرة بتاعت الأطفال دي، يعني الجزاز دي بيبقوا العيال يجيبوها ويشربوا منها كاكولا، واخدها أغسلها وعين أي حاجة زي كده أهو، ازازة كاكولا. مش لازم يعني تشتري حاجة معينة تحط فيها الدجة دي. اهو جمعنا كله، هوريكم بقى الشكل النهائي. الرز، الصلصة، العدس، المكرونة قصدي، العدس، ادي الشكل النهائي. يلا نغرف بقى مع بعض طبق ايه على الكاميرا كده. هم عامة يوسف ومحمد قاعدين ورا مني يعني مستنيين فروع الصبر ان هو يخلص. عندنا محمد بيحب يقول عليه اندومي، ما بيقولش عليه كشري، بيقول عليه اندومي، وبيحب يقولك عليه مش بيقول عليه كشري يا ابني، دي اسمه كشري، يقولك لا اندومي، هو اسمه اندومي، اسمه اندومي يا تيتا، اقول له ماشي يا اخويا اندومي اندومي انت حر. بس هو دايما بيحب يشتري الاندومي، وانا دايما اخوفه منه اقول له الاندومي شهر وانا هعمل لك اندومي في البيت، فهو اتعود على الكلمة. طريقة الغرفين، مكرونة، شوية رز، الكشري ترجعي تاني تحط مكرونة،
اهو. تحط الصلصة بقى، يعني الشكل بيتكلم عن نفسه. هو الشكل بيتكلم عن نفسه، مش هقول لك على الطعم. اهو، يا ريت يعني تشجعونا كده باللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر وننزل لكم كل جديد، وننزل لكم اي حاجة في حياتنا. يعني ايه قد احنا بننزل، يعني على فكرة انتوا الفيديو ده يعني الحمد لله بيغلب النفر عم بننزل. يعني القناة تكبر برضه عشان يجعل لها باب رزق لنا. يعني السلام عليكم.